السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كل خير وبصحه وسلامه. ده تاني فيديو لينا ان شاء الله في مجال الجرافيك ديزاين. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا جدا ما ينفعش تشتغل نهائي من غير ما انت تكون عارف. اولا لازم تبقى عارف البريف بتاع الفيجوال ايدنتيتي بتاع الهويه البصريه، ولازم تكون عارف البريف بتاع السوشيال ميديا ديزاين. ده حاجه وده حاجه. طيب خلينا نبص مع بعض. ده طبعا ده هويه بصريه كامله زي ما انت شايف قدامك كده، بتكتب فيها تفاصيل عن اللوجو ده، من العميل، عملته ازاي، الكلام ده كله، العنوان طلب منك ايه، الكلام ده كله. التاج لاين مهم جدا، لازم تبقى عارف ايه الفرق ما بين التاج لاين والسلوجان. التاج لاين هي حاجه مرتبطه باللوجو اللي انت هتصممه، يعني مش هينفع تتغير، بتتكتب تحت اللوجو، يعني ما ينفعش ان انت تغيرها في اي حمله انت هتعملها. لكن السلوجان هي حاجه شعار بيتغير، جمله بتتغير على حسب الكامبين اللي بتتعمل. بمعنى انت ممكن تلاقي واحد شركه مثلا كاتبه اقوى شبكه في مصر، تمام؟ الشعار ده بيبقى الحمله مؤقته، مسافه ما الحمله تخلص خلاص الشعار ده انتهى. فلازم تفرق ما بين التاج لاين ان حاجه ثابته، لكن السلوجان حاجه بتتغير. اللوجو جريد ده الحاجه اللي انت بتحدد بيها الشكل. البراند بيكون من غير الوانات، بيكون لون رمادي كده شفاف، وبتحدد الحدود بتاعته، بتحدد الكونسيبت اللي انت بنيت عليه اللوجو ده ايه، الشكل، الخطوط، الكلام اللي انت كاتبه، كل تفصيله جوه اللوجو انت لازم تفصصها. الالوانات اللي انت استخدمتها، الباليت دي مهمه جدا جدا. اللوجو ده بيتفاعل مع اللون الغامق مع اللون الفاتح من نفس الالوانات اللي انت اخترتها. مره على الابيض ويس ابيض واللوجو بالاسود، مره الاسود واللوجو بالابيض، مره اللون الفاتح واللوجو باللون الاحمر الغامق، مره الظهر باللون الغامق واللوجو باللون الفاتح، مره اللوجو الاصلي على لون فاتح. طيب التايبوجرافي اللي هي الخط اللي انت استخدمته ايه، لازم تبقى انت كاتب له البرايمري تايبوجرافي، السكندري تايبوجرافي، ده مهم جدا، هنتكلم عنه بالتفصيل. بعد كده الباترن ده اللي هو الاشكال بتاعت اللوجو، سواء كانت دائريه سواء كانت ايا كان الشكل اللي انت هتختاره، ده مهم. الموك ابس، ودي حاجات بتبقى موجوده على المواقع كتير جدا مختلفه، ساعات احنا بنعملها كديزاين. مش شرط ان احنا ننزل موك ابس جاهزه نشيل الصوره اللي جوه ونحط مكانها صوره، لا يعني ممكن احنا نعملها عادي، مش شرط. يعني مثلا ممكن صوره عجباني وعايز احط التصميم اللي انا عملته ده جوه الصوره دي على ظهر اتوبيس، عادي هعملها عادي، مش موضوع يعني. فانت شغلك كله بقى البيل بورد اللي هي اليافط اللي موجوده في الشارع، الفوانيس اللي بتبقى موجوده على عواميد الاناره، البول بانر، اليافط بتاعت المحلات، ده كل ده تبع الفيجوال ايدنتيتي، الهويه البصريه الكامله. بيبقى اللوجو اساسي بتتعب فيه، مش مجرد تعمل اي لوجو خلاص، ده بياخد فكر وبحث. يعني مش هينفع ان انا اعمل لك لوجو، اعمل لوجو للعميل وبص الاقيه موجود على جوجل، فانت كده انت العميل هيشك فيك، هو هياخد اللوجو بتاعك هيرميه على اي منصه هيلاقيه موجود، هيعرف انت ما عملتش حاجه. او انك انت اللوجو مثلا مش حلو مثلا، او انت عامله بطريقه شقلب وقلب، او مش اللي العميل طالبه، انت ما خدتش منه بريف يعني. الهويه البصريه دي بتختلف طبعا لشركه للثانيه. بمعنى في عميل يقول لك انا الهويه البصريه بالنسبه لي اللوجو، وعايز يفتح محل ويفتح شارع وشكرا. في عميل تاني يقول لك الهويه البصريه بالنسبه له حاجات ثانيه كتير. فانت لازم تعرف الهويه البصريه ايه بالنسبه له اللي هو عايزه، لان كل حاجه ولها سعرها. الستاند ده شغلك، شغل مطبوعات، ده كل شغل مطبوعات. المنيو اللي انت بتعمله، البيزنس كارد، كارت الشخصي، الانفلوب الظرف، الستامب اللي هي الختم، الشيرت اللي هو الحاجه الرسمه اللي بتتحط على الشيرت بتاعك، الباجز، الشنط بتاعت المحل، البوتل اللي هي الازايز، الحاجات اللي بتتحط على الستيكر. في حاجات بقى كتير بقى يعني، على حسب هو اللي هيطلبه منك ايه. كل حاجه من دول بيبقى ليها مقاساتها والكلام ده كله. طبعا هو لو راح مطبعه عشان يعمل له ديزاين زي ده بياخد وقت. المطبعه بتبقى عايزه تاخد الشغل وتطبع، ما عندهاش وقت ان هي ايه تصمم. لو جيت لك واحد بيصمم هتلاقيه سريع ومش هيعمل لك الحاجه اللي انت عايزها. فالحاجه اللي عشان تعمل تصميم بروقان لازم تروح لمصمم يعمله لك كده برقي ويبعته له كصوره. المطابع ما تحبش التصاميم فيها ليارات كتير والكلام ده كله، هو بيحب بتاع صوره كده وبسرعه، هو بيكرهوا هم ان انت تبعت له تصميم فيه ليارات والشغل والكلام ده. وطبعا ده امان ليك، لان انت لو بعت المطبعه التصميم مفتوح هيقوم شايل منه حاجات ويحط حاجات ثانيه ويبيع التصميم بتاعك ببلاش. ما تبعتش تصميم مفتوح، ابعته صوره عاديه وهم بيصغروا ويكبروا فيه براحتهم. طيب خلينا نخش على البريف عشان ما نطولش عليكم. الهويه البصريه ده طبعا اول صفحه دي تبقى صورتك، صوره كده شيك على خلفيه بيضاء، تعمل لها شويه ريتاتش كده خفيف، تبان امكانياتك كجرافيك ديزاين. ما ينفعش ان انت تبقى جرافيك ديزاين والصوره بتاعت البلاتفورم بتاعتك مش احسن حاجه. دي حاجه طبعا مهمه جدا يعني. لما تيجي تكتب شويه الكلام اللي انت تكتبهم في البدايه ده في اول ورقه، ما تقعدش تكتب انا ساكن في كذا وعملت كذا واسمي كذا والناس مش عايزه تعرف الكلام ده. اسمك كده كده مكتوب على السوشيال ميديا. تفاصيل حياتك ما تهمش الشخص اللي عايز شغل. لازم تتكلم على ثلاث حاجات: البروبلم والسولف ذا بروبلم والاكسبيرينس بتاعتك في حل البروبلم دي. مشكله العميل ايه؟ انت هتحل مشكله العميل، لازم تكون عارف مشكله العميل، الالم بتاعه ايه اللي عايز يحله، فتكون عارف مشكلته وعايز تصميمات هويه بصريه كامله. حل المشكله دي بتكتب انت ازاي بتحل المشكله دي وخبرتك فيها ايه، مجال خبرتك اللي انت هتدعمه اللي يثبت ان انت تعرف تحل المشكله دي. ثلاث حاجات وباختصار، وفي اي انترفيو في الدنيا مشكله حلها خبرتك في حلها، ثلاث سطور كده، ثلاث كلمات، ما تطولش. تمام. خير الكلام طبعا ما قل ودل. طبعا تصميم الهويه البصريه الكامله لازم فيه شويه داتا كده تاخدها: التاريخ بتاع بدايه الحمله، الاسم الشخص، الايميل بتاعه، الواتساب، الشركه، التصميمات اللي هو عايز يعملها الهويه البصريه كامله، ولازم يحدد لك هنا ايه هي نوع تصميمات الهويه البصريه الكامله. طبعا لازم نبقى احنا فاهمين اللهم صل على رسول الله، ان اللوجو بشكل عام لازم في عميل قبل ما يجي يبدا معاك شغل لازم تبقى حضرتك عندك لوجو. يقول لك لا ما عنديش لوجو. حضرتك عايز تعمل لوجو؟ يقول لك لازم اعمل لوجو. طيب اللوجو ده زي ما انتم شايفين كده قدامكم انواع يعني. خلينا نتكلم برضك ايه بالطريقه العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللوجو هنا ممكن يبقى شعار نص زي جوجل كده، كلمه وانت بتلعب في الالوانات والفونت بتاعك تختار فونت، وساعات في فونتات مدفوعه وهو بيشتريها وبيديها لك. يا اما الشعار اللي انت بتعمله بيبقى كلمه مكونه من حرفين وانت بتدمجهم بشكل معين بشكل جميل وبسيط. اللوجو ما يحبش الحشو، اللوجو لازم يكون بسيط وسهل جدا. عمرك ما تلاقي مثلا اللوجو بتاع شركه مايكروسوفت في حركات شكل.
اللوجو بتاع ابل شكل ما فيهوش لعب. فدي حاجه بتتحط صغننه، هي بتتعرف بعد كده النتيجه بتاعت هويه البراند. في لوجو بيبقى مركب، يعني ما بين كلمه وما بين محطوط في شكل دائري، في شكل ايا كان الشكل ايه هو. وفي لوجو بيبقى زي رمز او ايقونه، بس في رمز او ايقونه بيبقى بيمثل حاجه حقيقيه، حاجه فعلا موجوده، تفاحه، طائر، الكلام ده كله. وفي حاجه بتبقى تجريديه، يعني انت مش عارف دي ايه اصلا، يعني شكل هندسي بس ما يدلش على حاجه احنا عارفينها في حياتنا، يعني دي بتبقى بترجع لفكره المصمم. وفي حاجه اسمها امبريم، ده اللي هو بيبقى حاجه جوه شكل كده، زي الحاجات الخاصه بالجامعات والكلام ده كله. وفي بقى الحاجات اللي بتبقى كاركتر، اللي هي بتبقى الشخصيات الكرتونيه، مثلا زي كنتاكي، زي بهيج، زي الحاجات دي بتبقى، بس عايزه برضك واحد يكون بيعرف يرسم يعني شويه، او بتكتب جواه كلمه والكلام ده كله. فلازم هنا انت بتحدد العميل حضرتك ايه نوع الشعار اللي عاجبك في الحاجات دي. فهو مش هينفع يجي يختار حاجه من الحاجات دي ويقول لك مش ده اللي انا طالبه، فاهمني؟ فانت لو من الاول انت عارف اللي هو الشكل اللي هو مختاره، فانت تشتغل بناء على اللي هو مديهولك. طيب نيجي بقى لحاجه ثانيه اللي هو التايبوجرافي. التايبوجرافي الخطوط اللي حضرتك هتستخدمها ايه؟ يعني في العربي غير الانجليزي، ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. يعني هتلاقي في خط نسخ، وده دايما ما بنستخدموش في اللغه. في خط كوفي حديث زي اللي انت شايفه قدامك، في خط بيبقى كوفي عريض زي اللي انت شايفه قدامك، في خط بيبقى ديواني، في خط رقعه، في خط ثلث، في خط بيبقى حر، فونت حر. طيب لازم العميل يكتب لك هنا نوع الخط المناسب لشخصيه البراند بتاعه، ايه اللي عجبه في الفونتات. وغالبا احنا بنستخدم الفونتات الحره دي مع البراندات زي المطاعم، زي المأكولات، زي المشروبات، الحاجات دي كلها. حاجات بقى اللي هي العقارات كان بنستخدم معاها فونتات فورمال شويه، رسميه. فانت خلاص عرفت الفونت، وممكن هو يشتري لك فونت هو عارفه وعاجبه وشكله بفلوس ويشتري لك ويديه لك، فدي مهمه جدا. فهو لما بيعلمك كده بيقول لك انا عايز الفونت ده. طيب نيجي للالوان. الالوان ده ليه كورسات، تمام؟ يفضل ان انت يعني تبقى فاهم الالوان بشكل عام. في حاجه اسمها الوانات برايمري كلر، وفي حاجات اسمها سكندري كلر. الالوانات الاساسيه زي الازرق، زي الاحمر، زي الاصفر. الالوانات الثانويه زي البنفسجي، ودي بتبقى مشتقه ما بين لونين من الالوانات الاساسيه اللي موجوده فوق، ولون اخضر برتقالي. فانت في الغالب بتاخد منه لون اساسي، لان اللون الاساسي ده ما بيتلعبش فيه، يبقى لون صافي بيور. وبعد كده انت بتبتدي بتخش على مواقع خاصه بالالوانات زي ادوبي كلر او الكلام ده كله، تحط فيها اللون اللي هو مختاره ده اللي هو عجبه، وتجيب مثلا الكلام ده كله. انا هحاول نخش كده على ممكن نشوف كده ادوبي كلر. ادوبي بسم الله. موقع ادوبي كلر ده ممكن تلاقي في مواقع زي دي كتير، بس يعني لازم تبقى انت فاهم الحاجات دي كلها، تمام؟ الانالوجس اللي هو الالوانات اللي بتبقى جنب بعض، والمونوكروماتيك بتبقى الالوان اللي هي جنب بعض. طبعا انت هنا بتيجي هنا في الحته دي كده بتكتب الكود بتاع اللون اللي انت اخترته اللي هو عجبك مثلا. يعني مثلا انا اللون ده عجبني اهو، فبيجيب لك كل الالوانات اللي جنبه. المونوكروماتيك بيبقى الالوانات اللي جنبه على طول. الانالوجس اهو بيجيب لك الالوانات المجاوره ليه، تمام؟ دي كل الباليتات اللي تتوافق مع هذا اللون، تمام؟ ما ينفعش تحط اي لون وخلاص، تستخدم اي حاجه. في كومبلمنتري اللي هو اللون وعكسه اهو، ودي كل الالوانات اللي تمشي معاه. في الالوانات اللي هي سبريت كومبلمنتري، ده اللي هو بيجي اللون هنا بيقسمه الاثنين، فبيجيب لك كل اللون اللي يمشي معاه. طبعا انت لازم تبقى عارف الحاجات دي كلها، لان في حاجات احنا بنستخدمها وحاجات ما بنستخدمهاش، يعني دول كويسين جدا، بيتوافقوا مع بعض وجمال جدا. والكومبلمنتري والسبريت كومبلمنتري دي مهم. فخش خد كورسات عن الالوانات بشكل عام. هتلاقي هنا في باليتات جاهزه ترند مثلا، حاجه شغال عليها، حاجه تعجبك في تصميمات هنا مثلا، ايه الالوانات بتاعتها، بتخش تاخد بتدوس عليها كده بيجيب لك الالوانات اللي جوه بتاعه التصميم ده، تمام؟ اهو بص جايب لك كل الباليته، بتخش بتنزلها وتشتغل بيها في الديزاين بتاعك عادي. فالالوانات دي لازم هو يختارها لك عشان ييسر عليك الشغل بتاعك. ما ينفعش يقول لك انا لا انا ما اخترتش اللون ده، تقول له حضرتك مختاره كاتب في الملف، تمام؟ التاج لاين لازم تبقى عارف هو في تاج لاين هيحطه مع اللوجو وهيتكتب تحت اللوجو ولا لا، تمام؟ طيب المشروع بتاع حضرتك هتستخدمه في اي منصات؟ فيسبوك، انستجرام، لينكد ان، يوتيوب، تويتر، عشان تجهز له الصور اللي هيحطها على المنصات دي، لان في حاجه تتحط في الصوره الصغيره، وفي حاجه تتحط في الكفر. حاجه مهمه لازم تبقى انت فاهمها، انت شغال مطبوعات ولا انت بتصمم اللوجو؟ انت هتصممه مطبوعات، هتصممه سي ام واي كي، الالوانات بتبقى باهته شويه، ولا هتصممه ار جي بي، يبقى الالوانات فاقعه وزاهيه وجميله كده تتعرض على شاشات؟ فانت وانت بتختار تصميم اللوجو، فاهمني، لازم تكون محدد الاول انت بتعمله مطبوعات ولا سكرين، فاهمني؟ هو هيحتاج مطبوعات وهيحتاج جزء خاص بالسكرين، فانت لازم تعمل له الملف، لان في الحته دي ما حدش بياخد باله، لازم تبعت له الملف فيه جزء خاص بالمطبوعات، واللي هي اللوجوهات بالالوانات بتاعه الطباعه، واللوجوهات بالوانات الشاشات، فتبعت له ملفين. لازم تخلي بالك من الحته دي. طيب حضرتك بقى هنا الفيجوال ايدنتيتي، الهويه البصريه اللي حضرتك محتاجها الكامله بقى، ايه المطبوعات اللي حضرتك عايزها؟ يافطه شارع، فانوس، لوحه خشب على محل، ستاند في الشارع، ويافطه اللي هي الرول دي، يافطه محل، ظرف، كارت شخصي، الفلاير، الورق اللي هو الليتر هيد ده اللي هو موجود مع الدكاتره، الورق الرسمي، الستامب، ختم، تيشيرت، منيو، شنطه بلاستيك، في حاجات كتير بقى يعني انت بتعرف منه وتخش تبحث عن المقاس وتعمله. اللون حضرتك الاساسي، حاجات اللي انا لازم اعرفه قبل ما اشتغل على الشعار دون. هل في حاجات لازم اخد بالي منها، رموز مش عاجباك، حاجات ملاحظات اضافيه لازم اكون انا عارفها؟ حاجات مثلا اشعارات عجبتك، يعني اللوجو عجبك شكله جميل حلو، الشعار القديم ممكن تقول لي عليه لو عندك حاجه قديمه وانت عايز تعمل لها تحسين، لان في ناس بتبقى عندها لوجو مش عاجبها وعايزه تغيره. وخلي بالك تغيير اللوجو في براند مش سهل قوي، يعني انت عشان عملت لوجو والناس عرفت اللوجو ده وتيجي انت تغيره ممكن يضرب لك البراند بتاعك يوقعه. فهو ممكن يبعت لك الملفات بتاعت اللوجات اللي عجبته دي او الصور ويقول لك انا عجبني ده كذا كذا. طيب طبعا المقاس التصميم لازم تبقى عارف مقاسات التصميم ده ايه اللي انت شغال عليه. تيشيرت مثلا مقاسه يبقى A4، نوع الطباعه المطلوبه، هيستخدم التصميم ده فين، في شارع ولا هيستخدمه في اندور ولا اوت دور، هيستخدم الحاجه دي على مده طويله فهيحتاج مطبوعات بتقعد فترات طويله، ولا هيستخدم مطبوعات مش محتاجه لفتره طويله، محتاجه لفتره قصيره الحمله بيعملها وخلاص. فهنا الطباعه بتختلف. ركز وده انا هبينه لك دلوقتي. لو هو هيعمل مطبوعات هيطبع حاجه، لازم تبقى انت فاهم ان حضرتك مثلا لو انت هتعمل تصميم على تيشيرت، حضرتك هتطبعه كام لون، لان كل لون بفلوس.
لازم تفهمه. لو انت فاهم الحته دي هتوفر عليه فلوس كتير جدا. انا هشتغل التصميم ده بلون ولا بلونين ولا بثلاث الوان ولا باربع الوان، لان حضرتك وانت بتحاسب هتدفع رقم، فاسال حضرتك عايز عدد الوان قد ايه، التصميم هيكون شفاف ولا معتم. هنفسر الموضوع ده. آه طيب انا طبعا قبل ما اخش في حته كده عايز اوضحها في الجزء الخاص بالمطبوعات. تمام، اللهم صل على رسول الله. ماشي. طيب انا بس هنا عايز اوضح لك حاجه خاصه بالطباعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اه المطبوعات لازم تبقى عارف ان في منها فينيل شفاف وفي منها فينيل عادي. الفينيل الشفاف ده اللي بتلاقيه على بوابات المعامل والمستشفيات، بتلاقي ان محطوط ستيكر كده شفاف خفيف. مش بتاع ده، يعني ممكن لو انا حابين نوضحها في جوجل فينيل او بص، ده الفينيل الشفاف بتلاقيه بيتحط على البوابات الازازيه كده، فاهمني؟ وفي ممكن اعمل لك الفرق بين الفينيل الشفاف والفينيل العادي. صور. ده الفينيل الشفاف، والفينيل العادي هتلاقيه ما تشوفش اللي جوه، يعني اللي جوه ما يشوفش اللي بره، اللي حطيته على لزقته على باب ازاز اللي قاعد جوه مش هيشوف اللي بره. تمام، فالستيكر ده التصميم ده بيختلف عن التصميم العادي. تمام. في فرق بقى ما بين حاجه ثانيه برضك لازم اوضحها ليك. الفرق ما بين البانر العادي والبانر اللي هو الاقتصادي. البانر العادي بيبقى تكلفته عاليه، والخامه البلاستيكيه بتاعته تقيله، وده بيستحمل المطر والشمس بقى فترات طويله. لكن البانر العادي او بيسموه بانر الانتخابات ده بشكل عام بيبقى تكلفته قليله وبيستخدم لحملات قصيره وما بيقعدش فترات طويله. لكن في بقى طباعه ديجيتال فليكس، وطباعه الفليكس دي بكل بساطه اللي هي اليوفط اللي بتتحط على حاجات مضيئه، يعني بتحط وراها كشاف فبتلاقي اليافطه الكلمه منوره. لكن ما ينفعش تستخدم طباعه انت هتحط فيها مثلا بانر عادي، فالبانر العادي هتيجي تحط الكشاف من ورا الكلام مش هينور. فانت بتحتاج في الفليكس طباعه مخصصه ان حبر بينور الكلام، يعني بتحط عليه كشاف ينوره. لكن البانر العادي انت لو حطيت عليه كشاف هتضطر تحط كشاف من بره على اليافطه وتسلطه على على الكلمه، بس ما تبقاش الطف حاجه يعني. في فرق ما بين الطباعه الديجيتال والطباعه الاوفست. الطباعه الديجيتال بشكل عام بتطبع بالورقه الواحده او بالصفحه الواحده، ودي بتبقى يعني مناسبه للكميات الصغننه قوي او القليله. لكن الطباعه الاوفست دي بتشتغل كميات كبيره وبيبقى ليها رينج معين ما ينفعش انت تقل عنه. تمام، وتبقى اقل في التكلفه وارخص والكلام ده كله، وبتبقى حلوه للكميات الكبيره. لكن لو انت بتطبع كميات صغيره وعايز فيها كواليتي عالي والكلام ده كله، فالطباعه دي بتبقى مكلفه شويه. طيب دي بالنسبه للحاجات دي كلها. طبعا لازم لما تيجي تبعت تصميم لمطبعه لازم تفصل الالوانات بتاعته. تمام، يعني ما تنفعش تبعت التصميم ان اللون ميكس ما بين احمر واصفر، لا لازم تخش جوه الالستريتور وتفك اللون ده خالص وتخليه اللون مفصول، يعني لون احمر بس، سبوت كلر، لون احمر بس ما فيهوش اي لعب. تمام. طب في حاجه انا بس نسيتها، حاول ان انا اوضحها لكم، اللي هي اللهم صل على رسول الله. خلينا بس نفتح كده الانجليزي، الفيجوال ايدنتيتي كامباني. في فرق ما بين بقى اللوجو بيتعمل بالعربي واللوجو بيتعمل بالانجليزي، ده حاجه ثانيه خالص. طيب ايه اللي هيفرق معاك لو اللوجو بالانجليزي؟ اللوجو لو بالانجليزي هيفرق معاك ان انت هنا الخطوط اللي حضرتك هتستخدمها ايه. احنا هناك كنا بنقول في نسخ، في رقعه، في ديواني، في ثلث، في زخرفي حر، في كوفي عريض، كوفي حديث، الكلام ده كله. لكن هنا الخطوط بتبقى في منها سان سيرف، وده مش هتلاقي الكلمه فيها نطوق من تحت كده، فيها رجل، فيها اقدام. لكن السيرف هو بيبقى باقدام، بيبقى فيه نطوق من تحت كده. السلاب سيرف بيبقى الكلمه واخده نطوق من كل ناحيه. السكريبت بيبقى عامله زي السيجنتشر كده، زي التوقيع. فلازم هو يحدد لك حضرتك انهي خط محتاجه، فيقول لك مثلا انا عايز اللي هو سان سيرف اللي هو بدون اقدام، عايز خط كده بدون اقدام خالص. دي كده انت عرفت انت هتشتغل اللوجو الخط اللي هتختاره ايه. طب حضرتك في فونت معين حضرتك عايزه؟ في فونت معين انا عايزه. طيب حلو قوي، الفونت ده حضرتك تبتدي تخش تبحث عنه، الفونت ده مدفوع ولا مش مدفوع؟ لو مدفوع هو هيدفع حسابه ويجيبه لك. تمام، دي حاجه مهمه جدا. عود نفسك دايما لما بتيجي تشتغل على فونتات بشكل عام، ما تنزل يعني ايه، تقسم، لان الفونتات كل ما انت عمال تحمل عماله تكتر معاك. فهتبص تلاقي ان انت الفونت اللي انت عارفه هو عربي ولا انجليزي، وفي فونت بيمشي الاثنين. فدايما تقسم الفونتات بتاعتك لفولدرات كده، كوفي حديث، نسخ، ديواني، زخرفي حر، كوفي عريض، بحيث ان انت لما تخش كده على الفونتات بتاعتك تلاقيها كل دي تبع المنظومه دي، فاهمني؟ لان في ناس تبقى عندها الفونتات كلها داخله بعضها وانت مش عارف ده بتاع ايه وده بتاع ايه، فاهمني؟ فدي مهمه جدا، لو انت بتصمم لوجو لازم تاخد بالك من التريكات دي، مهمه قوي. الكلام ده ما كانش حد يعني كان ما شفتوش في كورسات حد كان بيتكلم عنه خالص. الخطوط الانجليزي بتاعتك لازم تقسمها سان سيرف، سكريبت، سيرف، فاهمني؟ تخش كده على سان سيرف، كل الفونتات اللي هي عاجباك اللي شكلها حلو دي كده اهي. طيب انا معلش ايه اللي يخليني اخش اقعد الف في كل فولدر من دول وموضوع مرهق والكلام ده كله؟ انت طبعا منسق ومقسم الفولدرات بتاعتك. هتقول لي طب في طريقه اسهل على نفسي الكلام ده كله؟ في برنامج لذيذ قوي كده، انا عن نفسي صراحه بحبه جدا جدا، اللي هو البرنامج ده مش عارف والله نسيت اسمه ايه، حاول اللي هو فونت بيز. لو عايزين ابعت لكم اللينك بتاعه. الموضوع ده هنا بكل بساطه البرنامج ده سهل جدا، مش شرط ان انت تخش على كل فونت من دول وتدوس عليه كده انستول وتسطب الفونتات دي، انا مش مسطبها اصلا كلها، فمش شرط انت تخش كده انستول فور اول يوزر تسطب الثلاثه مثلا، طبعا ده لود على الجهاز بتاعك، فاهمني؟ انا مش عايز اسطبه. تمام. فانا كل اللي انا بعمله مثلا البارتيشن ده كله عاجبني، فبعمل ايه؟ مثلا اهو صغر ده كده، بقوم مثلا كده ايه شادد البارتيشن ده كده سنسير اهو، او نزل اهو، ادي كلمه اهي، اقوم داخل مثلا هنا، ده انجليزي، ده انجليزي مش عربي، وفي هتلاقي في خطوط جواه من جوه بتمشي عربي وانجليزي. مثلا لو كتبت هنا عبد الرحمن جيب،
تبتدي انت هنا بقى ايه، الله الفونت ده عجبني، الفونت ده جميل، الفونت ده مش عارف ايه الكلام ده كله، بتبتدي انت حضرتك تعمل ايه، والله الفونت ده عجبني، انا مش شرط اسطبه، بس انا ممكن ادوس عليه هنا كليكايه كده اعمل له اكتف، افعله، هتلاقيه ظهر لو انت دخلت على الفوتوشوب هنا جوه ورحت دايس هنا على الكنترول تي مثلا. لو جبنا هنا اللهم صل على فين هنا الكاركتر، وجيت بحثت على الخط هتلاقيه موجود هنا في قلب في قلب الخطوط. هل هو اتسطب على الجهاز؟ لا، هو ما اتسطبش، مسافه ما تقفل البرنامج خلاص. طيب فالبرنامج ده جميل جدا، بيجيب لك كل الفونتات اللي على جهازك، مش شرط تسطب. طب انت عايز تفعل الفولدر كله والفولدر كله يظهر في البرنامج، تدوس عليها، مش شرط تفعل كله، انت بتشوف الفونت اللي عجبك وبتخش ترسم بيه اللوجو بتاعك. انا بديك كل التريكات الخاصه بالفيجوال ايدنتيتي باختصار شديد. تمام. ده بالنسبه للوجو. طيب احنا هنا الالستريتور زي ما احنا شايفين التصميم هنا، لو احنا كده بصينا، اللهم صل على رسول الله، معلش بقى الالستريتور عندي بيعلق شويه. بص بص انت هنا في الالستريتور لما بتيجي ان انت عايز تكبر، لو انت لاحظت ده رسمه، مش حاجه راسترايز. يعني بص انت مهما تكبر ما بتبكسلش، ما بتلاقيش الصوره بكسلت منك او بهتت او الكلام ده كله. بالعكس هنا مثلا، انت هنا مثلا لو جيت كبرت شويه، بص كل ما اكبر كل ما هتلاقي الصوره ايه. طبعا انا هنا شغال ببكسل عالي قوي، بص كل ما اكبر هنا ايه، دي مربعات، كل ما اكبر هتلاقي الصوره بتبكسل. لكن الفيكتور ما بيبكسلش. لازم تبقى فاهم شغلك في اللوجوهات والمطبوعات بتشتغل بالالستريتور، فلازم تبقى فاهم الالستريتور. هل كل الادوات اللي انت شايفها قدامك دي احنا بنستخدمها؟ لا، احنا بنستخدم حاجات معينه، مش كل الادوات دي خالص. فدي انت بتعمل اللوجو كل الاشكال بتاعه على حسب بقى حاجات هيعرضها على الفيسبوك، حاجات يافطه محل، الباترن، الكلام ده كله. لازم تبقى الدنيا دي ملمه معاك وتبقى انت فاهمها عشان الدنيا ما تتوهش منك. انا هحاول برضك اوريكم هويه بصريه كامله. بسم الله. تصاميم اللوجو، لازم تبقى انت عارف الالستريتور والفوتوشوب، لان الاثنين بيخدموا على بعض. مش هتلاقي انك انت بتعرف تشتغل، انت هتلاقي عامل بيديك لوجو هتحتاج ان انت تلعب فيه، تحتاج ان انت عايز تحوله للفيكتور عشان تعرف تشتغل بيه. فالحاجات دي هنا مهمه جدا جدا، لازم تبقى فاهم الفرق ما بين الاثنين. طيب احنا عشان قبل ما ده يفتح البيهانس، خلينا كده نخش على الهويه البصريه الكامله مثلا اهو. ده هويه بصريه كامله اهو، اللوجو، الالوانات بتاعته، التفاعل اللوجو اهو، الرياكشن بتاع اللوجو. بسم الله. اهو اللوجو اهو، مره اللوجو رياكشن اهو، ده هنا لوجو عربي وانجليزي مش عربي بس. اللوجو فاريشن، الاشكال بتاعته بقى اللي هي ايه، او برايمري كلر. الانجليزي دايما بيبقى ناحيه اليمين، الكلام ناحيه اليمين والايقونه ناحيه الشمال. السكندري كلر ممكن يبقى ده شكل برضك من اشكال اللوجو. الايكون لوجو، الايقونه اللي انت مستخدمها. الووتر مارك اللي انت شغال بيها. الفيرتيكال لوجو، اللوجو هنا افقي، ده هنا عرضي. الختم بتاعه ده طبعا ده لو انجليزي. لكن لو ده عربي هتلاقي ان الكلام هنا بالعربي ناحيه اليمين، ناحيه الشمال، الكلام ناحيه الشمال. نفس الكلام برضك التايبوجرافي، الخط اللي استخدمته انجليزي وعربي، مونتسرات وكايرو. الباترن، الموك ابس بتاعتك دي مهمه جدا، على المحل، على العياده، على التيشيرت، على اليافطات الداخليه، على المجات، الدبوس، الابلكيشن، الموقع، الخط، دخله العياده، الكلام ده كله. الحاجات دي كلها مهمه. البيزنس كارد، الليتر هيد، الورقه، الظرف، التصميمات بتاعتك بتحطها، وده الشغل بتاعك. اتمنى اني اكون عرفت ابسط لكم موضوع الفيجوال ايدنتيتي بشكل عام. الفولدر ده مهم جدا جدا، لازم تبقى انت عارف الفيجوال ايدنتيتي، الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تعرفها. طيب بالنسبه بقى للمعلومات التسويقيه، المعلومات التسويقيه انا حاططها هنا وحاططها في البريف بتاع تصميمات السوشيال ميديا. انت هنا بتحطها، الاسئله دي بتسالها كتسويقيه، انت عايز تعرف المعلومات عن البراند ده ايه، حضرتك فاتح فين، المنافسين، الكلام ده كله. بس احنا هنشرحها في الفيديو الجاي مع تصميمات السوشيال ميديا، لانها هي فما نكررش الكلام مرتين. اللي يهمني هنا في الاخر، اللي مطلوب منك ان انت تخرجه ايه، الشعارات، الكلام ده كله. والحاجات الماليه لازم تبقى انت متفق من الاول ان انت بتاخد نص الفلوس مقدم ونص الفلوس عند التسليم، نص التاني عند التسليم. الجرافيك ديزاين ما بيشتغلش من غير ديبوزيت، من غير ما يدفع عربون. نص الفلوس محدش ما دفعلكش يعرف ان الشخص ده نوت انترستد، وفي الغالب هتلاقيه مشغل اكتر من شخص زيك ببلاش، وبيقعد يدور الاحسن فيهم بياخده وبيدفع الفلوس. فانت عشان ما تضيعش وقتك وتتعب نفسك، نص الفلوس حضرتك لو في جديه تمام، شغل موجود على البيهانس. لو تمام نبدا شغل. ما تسلمش ملف مفتوح المصدر من قبل ما ايه تخلص الايه، من قبل ما تستلم بقيه الفلوس. تبعت الصور بكواليتي قليله عليها ووتر مارك عشان ما حدش يسرقها منك. طبعا في عميل بقى بيشغل دماغه، بيقوم سارق التصميم منك وراح بعته لواحد يعمله له بفلوس اقل، وطبعا عمره ما هيطلعه زي ما انت عامله، لان انت لو امكانياتك قويه والكلام ده كله، فما حدش هيعرف يقلد شغلك زي ما انت عامله بالظبط يعني. الميزانيه طبعا هنا بتحط له سؤال حضرتك الميزانيه المتوقعه للمشروع ده كام، فهو بيحط لك البادجت اللي هو المناسب بالنسبه له، العمله اللي حضرتك مستخدمها، التحويل البنكي، الكلام ده كله. ده مهم جدا جدا، لازم تبقى انت عارفه. ملف زي ده بيأمنك في عقد، في اتفاق، شخص مهتم عايز شغل، واحد مع داخل يرمي لك كلمتين. في بعض المصممين بيخشوا بيبقى معاهم شغل مش فاضيين يعملوه، فبيجي منزل اعلان مطلوب مصمم مش عارف ايه يعمل لي يساعدني هيشتغل معانا ومش عارف ايه، وهنديله تصميم يعمله، لو عمله كويس هيشتغل معانا. في الغالب الشخص ده بيبقى هو زميلك في المهنه بس بيشغل دماغه عليك. يعني ايه، هو بياخد منك الفكره اللي انت عملتها ومش عايز يتعب فيها وقت، وبيخليك انت تعملها وتتعب فيها، ومن جاي واخدها على الجهاز ويقول لك معلش احنا التصميم بتاعك ما عجبناش. فخلي بالك عشان السوق فيه ناس كتير مش كويسه.
اتمنى يكون الفيديو بتاعكم، الفيديو بتاع النهارده ده عجبكم، بتاع الهويه البصريه الكامله، لمينا فيه كل المعلومات. اكيد في حاجات ناقصه، اكيد ممكن يكون حاجه غلطت فيها او كده، وارد. بس اتمنى اكون عرفت اوصل لكم معلومه. اشوف وشكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. هنتكلم عن البريف بتاع الجرافيك ديزاين، ده شغلنا بقى اللي احنا مهم جدا بالنسبه لنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم.